السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف، هاد الوقيته اللي بقات ماشي تاع انك تيأس وماشي تاع انك تلوم راسك. صافي اللي فات مات دابا، وهاد الوقيته بالضبط اللي بقات الوطني اولا الجهوي. ثق بيا، تقدر تبدل المصير تاع النتيجة ديالك، تقدر انها تخليك تنجح او تسقط على حسب كيفاش تعاملتي مع هاد الوقيته اللي بقات. كتسمع بالعبارة تاع الدقيقة 90؟ ايوا هذه هي الدقيقة 90 ديالك انت، اللي تقدر تبدل فيها كل شيء. وفي هذا الفيديو جبت لك نصائح مهمة اللي غادي تعاونك تستغل هذا الشيء اللي بقى. واول حاجة واللي ضرورية بزاف تطبقها هي انك تبعد على اي حاجة غتلهيك على القراية. الميساجات، الريلزات الحامضين اللي ما فيهم حتى شي فائدة، الخروج والدروج واللعب، ما بقاش وقت دابا. هاد الوقت تاع تسد على راسك في واحد البيت اللي تكون فيه بوحدك ومركز وتجبد كتباتك تقرا. ماشي نقول لك غتقرا 24 ساعه، لا لا، ولكن بعد على اي حاجه غادي تلهيك وتضيع عليك وقتك. راه هادشي ما غاديش يهرب، تسالي الوطني ولا جهوي راه ما تفرج راه ما تميساجا. تاني حاجه بيتك دير، حاول انك تنظم وقتك وتنظم الطريقه ديال القرايه ديالك. فمثلا بلاصه ما تقرا 8 السوايع كامله بدون انقطاع وتحس فيها بالملل وتحماق، غادي تقرا ساعة وتستراح شوية. سير كل فيها، طلع للسطح، شم الهواء، حرك عظامك يتحرك فيهم شوية الدم، وعاود رجع كمل. هكا غتلقى راسك ساليتي ديك 8 سوايع بلا ملل وما غاديش تكون حسيتي كاع بيها، وغتكون استفدتي. ثالث حاجة اللي مهمة، بلا ما تسهر هاد الوقيته، بلا ما تسهر. يعني هاد السوايع اللي غادي تقرا حاول تفيق بكري وقراهم كاملين في النهار، وفي الليل نعس مع ديك 10 ل 11 باش ترتاح وتا دماغك يرتاح. ركز على المواد اللي المعامل فيها طالع، بحال المات والفيزيك والسيونس. اما خلاص الفلسفه واللونجلي راهم ساهلين، والمعامل اصلا راه غير جوج. والفلسفه راه تقدر تراجع ليها غير في يومين. ولا بغيتي ندير لكم فيديو على كيفاش تراجع الفلسفة في يومين، قولوها لي في كومنتيرات. رابع حاجة واللي مهمة بزاف ونقدر نقول لك هي اهم حاجة، ما تقارنش راسك مع شي واحد. كيما قلت لك هاد الوقت ماشي تاع تيأس وتفشل، والمقارنات ما عندها باش تنفعك دابا، غادي غير تزيد تفشلك وتيأسك. خلي اللي بدا من الاول العام واللي سال البروغرام وبدا الحفاظه اللي كونكور الله يسهل عليه. دابا ركز على راسك انت وشوف راسك اشنو درتي وفين غادي. وما تنساش حتى الجانب الروحي والنفسي ديالك، راه حتى هما مهمين. وتوكل على الله، راه من توكل على الله فهو حسبه، وربي هو اللي قادر يحقق لك المستحيل. فيق قبل الفجر، مشي نص ساعة تقريبا، صلي 2 ركعات ودعي الله لكل المسلمين بالتوفيق والنجاح. وقل لوالديك وخوتك وصحابك يدعيو لك، راه دعاء المسلم لأخيه مستجاب. وراه دابا جاي يوم عرفة اللي حتى هو الدعاء فيه مستجاب. جلس تقرا وكل مرة هز يدك وقول يا ربي نجحني وكاع عباد. وآخر نصيحة في هذا الفيديو، توكل على الله ودير اللي عليك، والكمال على الله وما غيكون غير الخير بإذنه. وربي يوفقكم وينجحكم كاملين، وبيتمنكم كاملين تدعيوا لبعضياتكم في كومنتات وتدعيوا لبعضياتكم في صلاتكم. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا انستغرامي لأي واحد بغاه، مثلا تصيفطوا لي مساجات، بيتو نصائح، بيتو ملخصات ديال الدروس او المنهجيات ديال الفلسفة، مرحبا بكم. غنحط لكم الرابط في الوصف ديال القناة.